من الرياض. معنا المحلل الرياضي عادل بوتي. كابتن عادل، أهلا بك. بدي أبدأ من هذه المباراة التي خسر بها المنتخب السعودي أمام المكسيك بهدفين. كيف يعني رأيت شكل المنتخب السعودي؟ هل هذه مباراة أو هذه النتيجة كانت منطقية كون الفارق الكبير بين المراكز، ترتيب المنتخبين، أم أن توقعت أفضل من هذا؟ أولا مساء الخير ليليان، أحييك وأحيي مشاهدي العربية. لا فيك. قبل أجيبك بس خليني أجاوب على نايف، الزميل نايف الثقيل. أقول له أنا أفهم إغلاق التمارين، يعني هذا قرار أحيانا مدرب بالتنسيق مع الإدارة. أما التواصل مع الإعلام فأنا أكد لك أنه الفترة السابقة كان متواصل، لأن الانتصارات أحيانا المدرب ما يحب يظهر في لحظة يعني هو يقول أنه لا أريد أن أظهر يعني على الإعلام، هذا واضح. يعني هو ما يبغى يطلع للإعلام علشان النتائج غير جيدة والأداء غير جيد، وهذا يعني دائما. بس إني أنا ما عجبتني إنه قال إنه مو بهذا قراري وهذا مو بوظيفتي وكذا. لا أنا أعتقد إنه المرات السابقة كنت تطلع ويعني ما كنت تفكر في إذا افترضوا إنه في أحد قال لك لا تطلع. أنا أعتقد إنه المدرب هو المسؤول يعني. طيب خلينا نروح للمباريات. للأهم بالنسبة لنا شكل المنتخب. أيوه. لا الأداء، شوفي ليليان، في إيجابيات في هالمشاركة وفي سلبيات. لكن لو رحنا للناحية الإيجابية، أنك تلعب أمام منتخب المكسيك اللي أنت قلتي تصنيفه الآن في 12 أعتقد 18 17، وأيضا منتخب أمريكا اللي هو قبله بالتصنيف. يعني هذا شيء جيد أن نلعب ضد أمامهم، واحتكاك ممتاز. الميزة الأخرى الإيجابيات إعطاء اللاعبين دقائق أكثر، وهذه اللي نوه عنها رينارد أنه يعني يبغى يشوف اللاعبين يشاركون بدقائق أكثر. هذه الأمور يعني جيدة. اللعب في أجواء الأرقام غير جيدة عادل، مختلفة. يعني الأرقام غير جيدة، أرقام المباريات كلها. طيب أنا بقول لك السلبيات. طيب. ضمن السلبيات الأداء غير جيد، الأرقام غير جيدة إطلاقا. 3 استمرار العجز اللي في الحالة الهجومية. يعني فريق منتخبنا ما كان جيد بصراحة في أداء، حتى وهو يلعب أمام هايتي وترينيداد. ترى بالمناسبة تصنيف، أنت قلتي عن أمريكا والمكسيك تصنيف متقدم. طيب أمريكا عفوا ترينيداد وهايتي 88 و100، يعني بعيد في التصنيف، مو هو المنتخبات اللي احنا بنستفيد منهم. لكن بالعموم هي المشكلة، سجلنا هدفين أمام الفريقين الأقل، نص هدف في كل مباراة. استمرار العجز التهديفي اللي كنا نعاني منه. لكن خلينا نقول لعلها بداية يعني احتكاك جيد، خاصة اللاعبين بياخذون إجازات بعد هذه المباراة إلى أكتوبر، وهي الآن بينضمون لفرقهم قريبا طبعا بعد الإجازة اللي ستمنح لهم، ومن ثم العودة. كل ما نتمناه أن نكون في أكتوبر جاهزين، لأن خلاص يعني مباريات لا تقبل أنصاف الحلول. لكن بالعموم الأداء والأرقام غير جيدة. الاحتكاك مع منتخبين تحديدا يعني كانت جيدة، رغم ان الاداء ما كان يعطينا ان احنا في احسن حالاتنا. يعني شو الفائده من هكذا منتخبين؟ يعني كان هايتي او هندوراس يعني او امريكا لنقل، ما الفائده ترينيداد؟ ما الفائده من مواجهتهم يعني بهذا الترتيب المنخفض؟ لا ليليان، هذه ما نقدر احنا، ما يقدر الاتحاد السعودي يفرض، لانها بطوله قاريه. لا ما يعني الفائده اللي اخذناها نحن؟ انا اتكلم، نحن خضنا المباراتين الان، ما هي الفائده اللي اخذناها؟ لا هل هناك فائده من ان تواجه فريق اضعف منك؟ لا، الفائده اللي اخذناها بالعكس فائده مهمه جدا. تعلمنا ان احنا ما زلنا في حال يعني سوء فني غير عادي، سوء على مستوى المجموعه، على يعني في اشياء كثيره بينت لنا. حتى الهدف اللي شفتيه اللي تسجل فينا امام المكسيك، الهدف الاول يوضح حاله دفاع ما راح اقول عبد الله ولا غيره، انا اقصد حاله منظومه من اللي يعطي كيف نبني. هذه مسؤولية مدرب وأداء لاعبين. بصراحة مباراة هايتي وترينيداد وضحت لنا أمور كثيرة، أن نحتاج الكثير من العمل، نحتاج منظومة. أنا حفرض مثال للمدرب رينارد وللاعبين أيضا، حتى وإن كنتوا في مستوى أقل. شوفوا مباريات سالزبورغ النمساوي اللي في بطولة كأس العالم، متوسط أعمار 22، ما في أسماء كبيرة، لكنه منظومة عمل، منظومة فريق يؤدي بشكل ممتاز. حتى لو قل أداء لاعب أو لاعبين المفروض المجموعة تشيله، والأداء والتنظيم هي اللي تساعدك. احنا اليوم ما عندنا الأداء الجيد لا كمجموعة وبصراحة لا أفراد.
نادي الهلال على موعد مع زلزال صيفي، عودة أوروبية تغري متروفيتش. كشفت تقارير صحفية صباح اليوم عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل الصربي ألكسندر متروفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث أشارت هذه التقارير الواردة إلى احتمالية مغادرة اللاعب نادي الهلال خلال الفترة الصيفية القادمة، ويأتي ذلك في ظل الإصابات المتتالية التي عانى منها اللاعب مؤخرا، بالإضافة إلى رغبته مجددا في العودة إلى الدوريات الأوروبية. وبخصوص هذا السياق، كشفت إحدى الصحف التركية صباح اليوم أن هناك عرضا من نادي بشكتاش التركي للتعاقد مع ألكسندر متروفيتش خلال الصيف القادم. وتشير التقارير الصحفية ذاتها إلى أن بشكتاش قدم عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة من نادي الهلال، مع بند يتيح إمكانية شراء اللاعب بنهاية الموسم المقبل. وأوضحت التقارير الصحفية إلى أن المفاوضات بين إدارة نادي الهلال وبشكتاش تسير بصورة ثابتة خلال الفترة الأخيرة، مما يشير إلى إمكانية إتمام الصفقة خلال المرحلة المقبلة. يذكر أن عقد المهاجم الدولي الصربي متروفيتش البالغ من العمر 30 عاما ينتهي مع نادي الهلال في أواخر شهر يونيو من عام 2026، وبذلك يتبقى موسم واحد فقط في عقد اللاعب مع نادي الهلال. وعلى جانب آخر، أوضحت بعض المصادر عن تحركات جديدة من نادي الهلال لتدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل، وتعد الجبهة اليسرى لنادي الهلال من أبرز التدعيمات التي يبحث عنها الفريق خلال الصيف القادم. وبخصوص ذلك، أكدت تقارير صحفية إيطالية مساء اليوم أن نادي الهلال بصدد التعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي نونو تافاريس الظهير الأيسر لنادي لاتسيو الإيطالي، على الرغم من توقف المفاوضات بينهما في وقت سابق. وأشارت التقارير الصحفية ذاتها إلى أن نادي الهلال سيبدأ المفاوضات من جديد للتعاقد مع اللاعب الدولي البرتغالي خلال الصيف القادم، خاصة وأن التفاوض في وقت ماضي قد توقف بين الطرفين بسبب ضيق الوقت قبل مونديال الأندية. ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشكل رسمي عقب انتهاء مشاركة نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. وتبلغ القيمة السوقية للاعب الدولي البرتغالي البالغ من العمر 25 عاما طبقا للتحديث الأخير من موقع الإحصائيات العالمي ترانسفير ماركت 20 مليون يورو. ويأتي خيار تافاريس بالنسبة لنادي الهلال بسبب صعوبة التعاقد مع ثيو هرنانديز لاعب نادي ميلان الإيطالي، الذي يرفض حاليا عرض نادي الهلال حتى الوقت الحالي. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.